ركض وهرب بين المارة في الشوارع، وكر وفر بين الأزقة. أضاحٍ تنتحر من الشرفات، وأخرى تهرب يوم النحر. حالة استنفار في الأحياء لمساعدة أهالي الأضاحي في السيطرة عليها واللحاق بها. مشاهد هروب الأضاحي في الشوارع تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الأضحى المبارك من كل عام. يرى البعض هذه الفيديوهات على إنها موقف كوميدي، ويجدون سعادتهم في الضحك على هذه المشاهد، بينما يرى آخرون أنها تؤدي إلى حالة من الاستياء، خصوصا عند ذبح الأضاحي في مكان واحد، بينما هناك أضاحٍ هاربة تتعرض للتعذيب والضرب. كل هذا يدعونا للتفكير في سبب زيادة هذه الحوادث وتكرارها كل عام في عيد الأضحى المبارك. الحيوانات لا تمتلك لغة حقيقية مثل البشر، إلا أن تصرفاتها قبل الذبح هي نوع من أنواع التعبير عن الغضب أو الخوف. ويرى الخبراء أن التعامل بعنف أو حبس الحيوان في مكان مليء بالأصوات الصاخبة يصيبه بحالة من الخوف والهرع تدفعه للهرب أو التصرف بعدائية. ومسألة هروب الأضاحي ليست هي محصورة في مكان معين، وإنما بدت ظاهرة تشهدها كل البلاد الإسلامية في نفس التوقيت من كل عام. وأسدت دور الإفتاء في مختلف العالم عددا من النصائح، وسنت عددا من القوانين لتجنب تكرار هذا الحدث سنويا. وبات من الضروري اتباعها للحفاظ على الأضحية أو على أقل تقدير ألا تتسبب في الكثير من المشاق والمتاعب المترتبة على هروبها، وحتى لا تصبح هذه المشاهد سخرية تبقي في